أهلاً بكم في هذا العرض التوضيحي. اليوم سنفكك نظاماً طبياً مكثفاً جداً، وهو بمثابة رحلة للقضاء على غاز معوي عنيد للغاية. نتحدث هنا عن بروتوكول بيليرا المستخدم للتخلص من جرثومة المعدة. الأمر ليس مجرد تناول دواء عادي، بل هو مهمة تكتيكية حقيقية تتطلب التزاماً ودقة عاليتين. دعونا نستكشف معاً كيف يعمل هذا العلاج، وما الذي ينتظرنا، وكيف نصل لخط النهاية والتعافي التام. دعونا نبدأ بهذا الرقم الذي قد يبدو صادماً بعض الشيء: 120. 120 كبسولة يجب تناولها في فترة زمنية قصيرة وصارمة تمتد ل10 أيام فقط. مجرد تخيل ابتلاع هذا العدد قد يكون مقلقاً، أليس كذلك؟ لكن فهم الغاية من هذه الكثافة هو السر هنا. هذا الرقم ليس عشوائياً أبداً، بل هو محسوب بدقة تامة لضمان محاصرة البكتيريا من كل الجهات وعدم ترك أي فرصة لها للنجاة. العدو الذي تتم مواجهته هنا هو بكتيريا الملوية البوابية، أو ما نعرفه جميعاً بجرثومة المعدة. هذه البكتيريا عنيدة جداً وذكية في حماية نفسها. تتسبب في إرهاق شديد، غثيان مستمر، وحموضة مزعجة ناهيك عن الإحساس بوجود كتلة خانقة تعيق التنفس. وبما أنها تختبئ ببراعة داخل الغشاء المخاطي للمعدة، فإن القضاء عليها يحتاج إلى هذا الهجوم الدوائي الثلاثي الأبعاد. إذن ننتقل إلى القسم الأول لنفهم تماماً كيف تعمل خطة الأيام العشر التكتيكية. العبقرية في هذا العلاج تكمن في أنه يجمع 3 مكونات قوية في كبسولة واحدة: بزموت سبسترات والمضادين الحيويين مترونيدازول وتيتراسايكلين. ولتجنب أي ارتباك، تأتي العبوة مصممة بنظام يومي منظم للغاية. هذا الترتيب البصري يضمن البقاء على المسار الصحيح، لأن تفويت جرعة واحدة فقط يعني ببساطة إعطاء البكتيريا فرصة ذهبية لالتقاط أنفاسها وتجديد قواها. ولتسهيل مهمة 120 كبسولة، هناك جدول صارم يجب اتباعه: 3 كبسولات 4 مرات في اليوم. متى تحديداً؟ بعد الإفطار، وبعد الغداء، وبعد العشاء، وعند وقت النوم. ويضاف إلى ذلك دواء آخر لتقليل حموضة المعدة مثل أوميبرازول 2 يومياً. الأمر أشبه بجدول عسكري شديد الانضباط. لكن تناول الدواء له شروط حاسمة. لا يمكن مجرد ابتلاع الكبسولات والمضي قدماً. أولاً، يجب أن يتم ذلك بعد تناول وجبة كاملة. ثانياً والأهم، يجب البقاء في وضعية الجلوس أو الوقوف لفترة بعد تناول الجرعة، خصوصاً الجرعة الأخيرة قبل النوم. لماذا؟ لأن الاستلقاء مباشرة قد يؤدي إلى ارتداد الدواء ويسبب تهيجاً والتهاباً شديداً في المريء. بالإضافة إلى ذلك، شرب كوب كامل من الماء مع الكبسولات أمر غير قابل للنقاش. هذا الكوب يضمن وصول الكبسولات بأمان وسلاسة إلى المعدة دون أن تلتصق بجدار المريء، مما يعزز امتصاصها بالشكل الأمثل ويمنع حدوث أي تقرحات موضعية مزعجة. لننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو موضوع لا بد من الحديث عنه بصراحة تامة: الآثار الجانبية المتوقعة. بسبب كثافة هذه المضادات الحيوية، من الطبيعي جداً ظهور بعض ردود الفعل. نتحدث هنا عن غثيان ودوخة، والأكثر شيوعاً تغير مزعج في حاسة الذوق يتمثل في الشعور بطعم معدني قوي على اللسان، إلى جانب جفاف الفم والشعور بالانتفاخ. هذه كلها جزء من سير المعركة، ودليل مؤكد على أن الأدوية تقوم بعملها. وهنا نأتي إلى أثر جانبي غالباً ما يسبب ذعراً كبيراً ويدفع الكثيرين للبحث بقلق في الإنترنت منتصف الليل. مادة بيزموت سبستريت الموجودة في الدواء تحول لون البراز بشكل روتيني إلى اللون الداكن جداً أو الأسود بالكامل. قد يبدو المشهد مقلقاً، لكنه في الواقع أمر طبيعي للغاية ولا يشكل أي خطر على الإطلاق. ولنضع الأمور في سياقها الواقعي، إحدى المريضات وثقت تجربتها وأكدت أن الإرهاق المرافق يمكن أن يكون شاملاً لدرجة تعيق القيام بأبسط الأعمال المنزلية. الأمر أشبه حرفياً بخوض حرب، ولكن السر هنا هو التماسك والمضي قدماً، لأن تحمل هذا التعب المؤقت هو الثمن الوحيد لإعلان الانتصار على الجرثومة. نصل الآن إلى القسم الثالث لنتحدث عن القيود الغذائية الحاسمة خلال هذه الفترة. نجاح هذا البروتوكول يتطلب الابتعاد تماماً عن أطعمة ومشروبات معينة. يجب توديع منتجات الألبان كلياً.
لا حليب، لا جبنا، ولا زبادي طوال الأيام 10. وبنفس الصرامة يمنع الكحول تماماً، وكذلك يجب تجنب مضادات الحموضة العادية التي تحتوي على الكالسيوم أو المغنيسيوم لأنها تتداخل وتخرب عمل الدواء. التفسير العلمي وراء هذا المنع مذهل حقاً. الكالسيوم الموجود في الألبان مثلاً يرتبط بالمضاد الحيوي تتراسايكلين داخل المعدة ويمنع الجسم من امتصاصه، مما يجعله بلا فائدة. ومن ناحية أخرى يتفاعل المترونيدازول بقوة شديدة مع الكحول مسبباً نوبات قيء عنيفة، ناهيك عن أن هذه الأدوية تزيد من حساسية البشرة للشمس، مما قد يؤدي لحروق بسهولة. وأخيراً، القسم الرابع: كيف نؤمن النصر النهائي والمستدام في هذه المعركة؟ من أكبر الفخاخ التي يمكن الوقوع فيها هو التوقف المبكر. تخيلوا أن الأعراض المزعجة قد تتلاشى في اليوم 3 أو 4، لكن إياكم وإيقاف العلاج، يجب إكمال الأيام 10 حتى آخر كبسولة. التوقف المبكر يعطي البكتيريا فرصة ذهبية للتحور والعودة بقوة أكبر ومقاومة أشرس للمضادات الحيوية. حسناً، بعد ابتلاع الكبسولة رقم 120، متى يمكن التأكد من النصر؟ الأطباء يحذرون بقوة من إجراء فحص جرثومة المعدة فور الانتهاء من العلاج. بقايا الأدوية في الجسم ستعطي نتيجة سلبية كاذبة. القاعدة الذهبية هي: يجب الانتظار لشهر كامل على الأقل قبل إجراء اختبار التنفس أو تحليل البراز للتأكد من القضاء عليها فعلياً. لنختم هذا الشرح بتساؤل يفرض نفسه بقوة. بعد تحمل 120 كبسولة والآثار الجانبية كالطعم المعدني والبراز الأسود والالتزام الصارم بالحمية، هل هذا يضمن مناعة أبدية ضد الجرثومة؟ الحقيقة هي أن هذا البروتوكول يدمر العدوى الحالية تماماً، لكن لا شيء يمنع من الإصابة بها مجدداً. فكيف يمكن لخياراتنا ونمط حياتنا بعد هذا العلاج أن تكون هي خط الدفاع الحقيقي لمنع غزو جديد؟